وكيل جيرالدو مفيش عروض واللاعب مش هيتنازل الأهلي عن مليم واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في المملكة. تحدث هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو داكوستا مهاجم الفريق الأول بنادي الأهلي عن مستقبل اللاعب مع اقتراب فتح باب الميركاتو الشتوي، وتعاقد مسؤول نادي الأهلي مع مهاجم أجنبي جديد مع اتجاه نية مسؤول الأهلي لرحيل اللاعب الأنجولي جيرالدو بناء على تعليمات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي الذي طلب الاطاحه بجيرالدو في سبيل التعاقد مع صفقه هجوميه جديده، في ظل نجاستون سيرينو مهاجم فريق نادي سان داونز الجنوب افريقي اقترب من ارتداء تيشيرت القلعه الحمراء في الايام المقبله. وقال هشام بن صالح خلال تصريحات خاصه: لا صحه لتلك الانباء التي تتردد بموافقه جيرالدو على الرحيل دون الحصول على باقي قيمه عقده. وشدد: جيرالدو مستمر في الأهلي ولا يوجد لديه عروض، وحال رغبة الأهلي في رحيله عليه دفع قيمة عقده بالكامل، ولكن غير صحيح ما يتردد بشأن موافقة اللاعب الأنجولي جيرالدو على التفاوض لتقليل المبلغ المالي من أجل الرحيل.